عليها كده تمام. شكرا. الحمد لله رب العالمين خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما للعباد عليه حق واجب إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إلهي حسبت نفسي لم أرد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان وظلمت نفسي في فعالي كلها ويحي إذا من وقفة الديان. يا أيها الإخوان إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني. يا رب إن لم تقبل إلا ذا تقى فمن للمسيء المذنب الحيران. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن تمسك بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد، أخي المسلم، من مات قامت قيامته. فالحديث موجه للأحياء سواء كان قرآن يتلى أو موعظة تقال. فالقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، والموعظة توجيه مستمد من القرآن والسنة. فتعال معي لترى بعيني قلبك مشهدا من مشاهد يوم القيامة. فالقرآن لا يتلى عبثا ولا تسلية، وإنما يتلى للعمل به والسير عليه. القرآن الكريم ينقلك من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. اسمع: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. دي مشهد من مشاهد يوم القيامة. ترى كل أمة جاثية. جاثية يعني ايه؟
واقفة على الركب، واقف على الركب. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ إن يوم القيامة لجهنم 3 زفرات، يعني 3 مرات جهنم تغرق ألسنة نارية في ساحة الحرب. أول زفرة ينكب الناس على وجوههم، ثاني زفرة يقف الناس على الركب، ثالث زفرة يتصدى لها النبي محمد فتقول له يا رسول الله إليك عني فإنني لست موكلة بك ولا بأمتك. انتبه، عملت ايه؟ الأمم يوم القيامة جاسية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليهود النصارى مسلمين على غير ملة، كل واحد يدعى ديانته وكله يحاسب. حينما يكسو العباد على ركب يقولوا ايه؟ ابحثوا عن مخرج، ابحثوا عنا او عن شفيع. هذا الموقف يتمنى الناس ان ينصرفوا ولو الى جهنم. خلي بالك، الكلام الاحياء خلاص، اللي مات مات، اللي مات مات. انت عامل ايه؟ عامل مع ربنا، عامل ايه مع شرع ربنا؟ كم واحد كنت انت سبب في هدايته دخل المسجد على ايدك؟ كم مره واجهت الناس هذا حرام وهذا حرام؟ يوم القيامه زي ما ربنا قال كده، فريق في الجنه وفريق في السعاده. انتبه، تخيل ان القيامه قامت ودخل اهل الجنه الجنه، نسال الله ان نكون منهم، ودخل اهل النار النار، نعوذ بالله من ذلك. في فرق كبير، تيجي تخش الجنه بفضل الله ورحمته وبغضب الله يدخل حتى يدخل العبد النار. شو جهنم يحصل فيها ايه؟ والجنه يحصل فيها ايه؟ لا خلاص كل امه دعيت لكتابها وربنا فصل بين العباد. اهل الجنه زي ما قال الصحابه الكريم، النبي سأله كيف أصبحت يا معاذ؟ قال له أصبحت مؤمنا. انتبه، فقال يا معاذ إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ أقول وأسألك كده برضه، كيف أمسيت؟ أمسيت مؤمنا، ما حقيقة إيمانك؟ اتعلم من الصحابة ايه؟ قالوا يا رسول الله ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة. ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة، فاستوى عندي حجرها وذهبها. الحول يحتاج، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. واحد خير القيامة كده، وأنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وأهل النار في النار يتلاومون. فأصمعت لذلك نهاري،
وأسهرت لذلك ليلي، قيام بالليل وصيام بالنهار. إنما قالوا إيه؟ عرفت فالزم. احنا كلنا عارفين وكله عارف الصح من الغلط والحلال بالحرام والحق بالباطل. انت بتغلط ليه؟ بتماطل ليه؟ ده فيه قيامة وفي موت وفي حساب. هتقول ربنا ايه؟ وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. ده أنت يا مسلم تنتسب لخير دين وخير نبي وخير أمة. ما لي أراك مفرطا في هذه الخيرية؟ فرق ليه؟ ده مسلم، في مسلم ما بيصليش، مسلم ما بيصليش، مسلم مش عارف ربنا، هيقول ربنا ليه؟ وده محسوب على أمر القيامة. بس يا خسارة بقى، هيتوه يوم القيامة. هيتوه ازاي؟ لما النبي قال كده ان انا اعرف امتي يوم القيامة، ده احنا مش ماشي النبي ولا النبي شافنا. اعرفنا ايه؟ من اثار الوضوء. من اثار ايه؟ الوضوء. اللي ما يصليش النبي مش هيعرفه. ما معاش العلامه المميزه ان هو يتعرف من خلالها. من الان هبط اللي مات وهذا يومها وساعتها وهذه ساعتها. انت يا مسلم يا من لك بقيه حياه، انت عامل ايه مع ربنا؟ عامل ايه مع معاشرة ربنا؟ يا شيخ ربنا يحلها. انت ما تعصبش، ما تشددش، ما تستجدها ولا تصلي. اعرف ربنا، كل كلام طيب، كل كلام طيب. كل عباد ايه؟ يقول ايه احسن عشان يبقى، عشان الموت هيجيلك. طبعا كده انا عندي صحتي، عندي صحه او مال او ابدا. الموت لا يعرف هذه المقاييس، لا صحه ولا مال ولا عيله ولا ولد ولا حسن ولا شهاده. فنسال الله ان يردنا الى دينه مردا جميلا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل عليه في الاخرين، وصل عليه في النبيين، وصل عليه في المرسلين، وصل عليه في كل وقت وحيد وفي الملأ الأعلى وإلى يوم الدين. اللهم اغفر وفتنا، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اكرم نزلها ووسع مدخلها وآنس وحشتها وارحم غربتها ولقنا حجتها. نول علي قبرها، جاء في الأرض عن جنبيها. اكرمها ولا تهنها، من جنتك لا تحرمها. اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وارزقهم برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. الحقنا بهم على الايمان غير مغيرين ومدرين. وارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت الشهاده وبعد الموت ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا وشكر الله وسلم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.